طيب، هنكمل. فكنا بنقول الجزء ده في اليونت بيتكلم عن الاسيد والبيزس. الجزء ده بيتكلم عن ايه؟ اسيد وبيزس. يس، اسيد وبيزس. طيب سؤال بقى، هو احنا ليه ندرس كطلبة ثانوية عامة حاجة اسمها اسيدز وحاجة اسمها بيزس؟ الإجابة ببساطة لأن احنا اتفقنا من الأول خالص إن الكيمستري هو الساينس اللي بيستدي الماتيريال. احنا الناس اللي بتدرس الماتيريال اللي في حياتنا، صح؟ احنا اللي بندرس الماتيريال. جزء من الماتيريال اللي في حياتنا هي الاسيد والبيزس. فاحنا محتاجين ندرس بقى الاسيد والبيزس. طيب فين بقى الاسيد والبيزس في حياتنا؟ الاسيد والبيزس موجوده في حاجات كتير بصوره، يا اما حاجات طبيعيه ربنا خلقها هي اسيد او بيزس، او حاجات احنا بنصنعها. يعني مثلا الاسيد بتدخل في صناعات مهمه جدا زي صناعه الفرتلايزر، الاكسبلوسيف، البلاستيك، الميديسن، الباتريز. كل دي صناعات بتعتمد على حاجه اسمها الاسيد. خلاص. طيب البيزس نفس الكلام، بتدخل في صناعات زي صناعه الصابون، الصوب، والديترجنت، والدايز، والميديسن. دايز دي اللي هي الصبغات. طيب هل في اسيد في حياتنا بصوره طبيعيه، يعني من غير صناعات من غير اي حاجه؟ اه طبعا، اه طبعا الاسيد موجوده بالذات في الحاجات اللي احنا بناكلها. يعني مثلا الليمون والبرتقال والطماطم وكل دي اسيد. خلاص. تمام. فالاسيد موجوده بكميات كبيره. فاحنا جايين ندرس ايه بقى؟ احنا جايين ندرس الصوره العلميه للاسيد والبيزس. طيب تعال ناخد شويه اكزامبل بس على اسيد موجوده في حياتنا. السيترس اسيد او السيترس بلانت، او النباتات اللي بيقولوا عليها الموالح ساعات، نباتات المززه دي او الفواكه المززه زي الليمون والاورنج والتوميتو. هل دي جواها اسيد؟ اه جواها سيتريك اسيد، اسكوربيك اسيد. الديري برودكت زي التشيز واليوجرت والميلك والحاجات دي فيها لاكتيك اسيد. السوفت درينك يعني البيبسي والكولا والحاجات دي جواها كربونيك اسيد وفوسفوريك اسيد. يعني انت لما بتيجي تشربي بيبسي كده ويقول لك البيبسي الستيم بتاعها راح والجو ده، انت بتتكلمي على الكربونيك اسيد اللي جواها. يعني الستيم بتاع البيبسي لما بيختفي ده معناه ان الكربونيك اسيد اللي جواها بيتكسر. ماشي؟ تمام. فاهمه؟ يعني الاسيد معنى كده موجوده في حياتنا. نفس الكلام البيزس. الصوديوم هيدروكسيد بيدخل في صناعه الصوب، الصابون. يعني الصابونه دي واحنا بنصنعها بنستخدم ماده بيزك اسمها صوديوم هيدروكسيد. البيكنج صودا او الصودا الخبيث، عارفه لما نيجي نخبز بنحط بيكنج باودر، اه. او بيقولوا عليها ساعات خميره فوريه. هي الخميره دي الصوديوم بايكربونات، الخميره الفوريه دي صوديوم بايكربونات. ليه بقى؟ لان الصوديوم بايكربونات لما بنحطه في العجين كده بيطلع كربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز ده بيخلي العجين بينفش او العجين يتنفخ كده، فتحس ان العجين هش كده ولذيذ ان هو يتاكل. لكن من غير الخميره دي ومن غير البيكنج صودا دي هيكون عجين يعني متكبس على بعضه كده، صعب التعامل معاه. برضو نفس الكلام في حاجه اسمها الهيدريتد صوديوم كربونات، بتدخل في حاجه اسمها الواشنج صودا، او الصودا اللي بتخلصني من عسر الماء. لما الميه يكون فيها ايونات كتير واحنا عايزين نتخلص من الايونات دي بنستخدم حاجه اسمها هيدريتد صوديوم كربونات. مفهوم؟ كل تمام. الكلام ده ما يهمنيش قوي قد ما هو انترو للموضوع بتاعنا اللي هو ايه، يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز. فاحنا طلعنا بنتيجه واضحه وصريحه بتقول ان الاسيد والبيزس هي حاجات موجوده في حياتنا بكميات كبيره، فاحنا محتاجين ناخدها من وجهه نظر علميه. خلاص. وطبعا مش هننسى الفينيجر. الفينيجر اكيد سمعت عنه قبل كده، الخل. الخل اه. اسيد تمام. طبعا. الخل مم. اسيد. طيب تعالي بقى نعمل كومباريزون سريع ما بين الاسيد والبيزس. الاسيد يعني احنا من غير ما ندرس من غير ما نعمل اي حاجه، الاسيد معروف هي الحاجات اللي ليها طعم صور. عارفه يعني ايه صور؟ يعني اللي هو ايه، زي ليه مزازة كده. صح، لاذع. اه الطعم مم. اللاذع او الطعم اللي بيلزع كده زي الليمون ده اسيد. يبقى الحاجه اللي بتلسع او اللي طعمها بيلسع ده اسيد. طب البيزس بقى العكس، بيكون طعمها بيتر او قابض وملمسها سليبري، ملمسها صابوني. يعني لو حطيت ايدك على اي حاجه بيزك، دي حاجه الى حد ما يعني بتكون شبه الصابون كده، يعني بتزحلق كده، سليبري. طيب الاسيد بيغير الليتمس بيبر انتو ريد، يعني بيحول لون الليتمس بيبر انتو ريد، والبيزك بتحول لون الليتمس بيبر انتو بلو. ده كلام معروف وخدناه زمان.
لما اجيب اسيد وافعله مع بيزك، التفاعل ده بنقول عليه نيوتراليزيشن. يعني NaOH بلس HNO3 نيتريك اسيد بيدينا NaNO2 وميه، يعني ده تفاعل نيوتراليزيشن معروف. يبقى بالتالي لو انا عندي اي اسيد او بيز وانا عايز اتعرف عليه، عندي كذا طريقه. اول واحده ان انا لو ينفع ادوقه ممكن ادوق، مع اننا هنتكلم شويه كمان شويه ان الاسيد والبيزز دي حاجات خطيره جدا ما ينفعش ادوقها. فممكن بالطعم اعرف ان ده طعمه صور والتاني ده طعمه بيتر. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب ليتمس بيبر واحطها جوه السوليوشن بتاعي اللي انا عايز اتعرف عليه. لو لونها اتحول لريد يبقى دي اسيد، لو لونها اتحول لبلو يبقى دي بيزك. بيز. الحاجه الثالثه ان انا ممكن افعلها مع، يعني انا لو شاكك ان هي اسيد افعلها مع بيزك هيحصل نيوتراليزيشن. فكل دي حاجات تقول لي هل الماده دي اسيديك ولا بيزك. طيب كمان الاسيد معروف ان هي بتعمل كيميكال رياكشن مع الاكتيف ميتال. يبقى انا لو عندي اسيد وشاكك ان هو اسيد ممكن افعله مع الاكتيف ميتال، هيطلع لي الهيدروجين جاز، والهيدروجين جاز ده بيرن او سبلنت، يعني بيشتعل with بوب ساوند. معروف الهيدروجين جاز بيعمل بيرنينج with a بوب ساوند. خلاص. تمام. طيب نفس الكلام في حاجه اسمها الاسيديتي تيست، ممكن اعمله للاسيد ان انا اجيب له ماده فيها كربونيت او باي كربونيت فيطلع لي كربون دايوكسيد. يبقى تعالى نراجع كده ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اتاكد ان الماده دي اسيد. خلينا بس مع الاسيد دلوقتي. اول حاجه اول حاجه ندوقه، نعمل تيست. لو ينفع خليني برضو بمناسبه ان انت قلتي ندوقه كده، علميا و as a safety precaution، يعني احتياطات امان كده واحنا شغالين في المعامل بتاعه الكيمستري، بيكون ممنوع منعا باتا ان احنا ولا ندوق حاجه ولا ناكل حاجه. ممنوع خالص. ليه بقى؟ لان اولا ممكن المواد اللي احنا بنتعامل معاها دي تكون مواد كارسينوجينيك، مواد مسرطنه، مواد كروسيف، مواد كاويه زي الاسيد والبيزس كده. مواد كاويه يعني ايه كاويه؟ يعني بتتفاعل مع الجلد وبتاكل الجلد. ممكن تكون مواد سامه بايزونس، حاجات كتير بقى من النوع ده. يعني المخاطر اللي من الكيميكالز لا تعد. فاحد احتياطات الامان اللي عندنا في معامل الكيمستري ان احنا ولا ناكل ولا ندوب. بس احنا بنتكلم، يعني انا لو في المطبخ حاليا وانا يعني في حاجات كده في الثلاجه، فانا عايز اعرف مين في دول اسيد ومين في دول بيز. هنا ممكن ندوق بقى، ان انا اقول اللي طعمه صور يبقى ده اكيد اسيد. فاهمه؟ تمام. طيب جميل، كملي بقى. ايه تاني ممكن اعمله عشان اعرف الماده اسيدك؟ نحط نحط بيبر. تمام. لو اتحولت لريد تبقى اسيد. تمام. لو اتحولت بالظبط. لبلو تبقى بيز. جميل. ايه تاني؟ لو انا عندي اسيد وشك ان هو اسيد ممكن افعله مع بيزك، هيحصل نيوتراليزيشن رياكشن، صح كده؟ ايه كمان؟ ممكن افعله مع اكتيف ميتال يطلع لي هيدروجين جاز وسولت. معروف برضو ان الاسيد بيتفاعل مع الاكتيف ميتال بتديني هيدروجين جاز، والهيدروجين جاز يعني بيرن ويز بوب ساوند. طيب اخر حاجه ان انا ممكن افعله مع كربونيت او باي كربونيت، بيسموا الكلام ده اسيديتي تيست. طيب وانا هلاحظ ايه لما يحصل الكيميكال رياكشن الاخير ده؟ هلاحظ ان في كربون دايوكسيد تصاعد، والكربون دايوكسيد ده هيعمل لي حاجه اسمها افرفيسنس او فوران. هيعمل لي افرفيسنس او فوران، يعني هتلاقي كده التفاعل بتاعك زي ما بيعمل بقلاله كده. البقلاله دي سببها ان في كربون دايوكسيد evolved from the chemical reaction. حتى الان فاهمه اللي انا قلته ده او فاهمه الجزء اه. ده؟ جميل. طيب تعالي بقى نكمل ايه الثيوريز اللي بتحاول تو ديفاين الاسيد والبيس. يعني لو بابا جاء النهارده كده وقال لك يا روان انت كنت بتاخدي ايه؟ فقلت له والله يا بابا احنا كنا بندرس حاجه اسمها الاسيد والبيس. فجي سالك سؤال سهل وبسيط، قال لك هو بقى يعني ايه اسيد وبيس؟ هتقولي له ايه بقى؟ هو ده الجزء بتاعنا، او هو اجابه السؤال ده في الجزء اللي جاي ده، اللي هو theories defining الاسيد والبيس. طيب هو اصلا يعني ايه كلمه ثيوري؟ ثيوري معناها افتراض علمي قائم على تجارب بيقدر يفسر الواقع. تاني، ثيوري يعني افتراض علمي قائم على تجارب بيقدر يفسر الواقع. طيب احنا عندنا مش ثيوري واحده بتفسر الاسيد والبيز، احنا عندنا 3 ثيوريز بتحاول تعمل definition او explain what is the meaning of acid and the base. اول واحده اسمها ارهينيوس. اول واحده اسمها ايه؟ اول واحده ارهينيس. ارهينيوس. تاني واحده اسمها برونشتد لوري. تالت واحده اسمها لويس. ولو تاخد بالك دي اسامي اشخاص، يعني ارهينيوس ده عالم، هو
اول واحد يفكر في كلمه يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز. برونشتد ده واحد برضو، واحد دنماركي، ولوري واحد تاني، الاثنين طلعوا بنفس النتائج، فقالوا خلاص نسمي النظريه دي برونشتد ولوري على بعضها كده. واخر واحد لويس، برضو ده واحد يعني في العصر الحديث يعني قريب قوي، حط لنا نظريه بتحاول تعمل ديفينيشن للاسيد والبيز ولكن بطريقه اشمل شويه. يعني لو تاخدي بالك العلم لما بيتطور كل مره الثيوريز بتكون ادق واحكم. طيب تعالي نبدا مع اول واحد اللي اسمه ارهينيوس. ارهينيوس ده كان عالم من العلماء، قاعد في قاعده جميله زي قعدتنا دي، فواحد سال سؤال، قالوا له ببساطه يا ارهينيوس هو يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز؟ فالراجل ده قعد مع نفسه كده وقعد يفكر بقى، هو صح يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز؟ فالسؤال ده خلاه يعمل شويه تجارب، ان هو يجيب المواد اللي عنده في المعمل ويحاول يشوف لها الكوندكتيفيتي. فنظريه ارهينيوس او ارهينيوس ثيوري اعتمدت في صوره اساسيه على الكوندكتيفيتي اوف سوليوشن. كوندكتيفيتي يعني ايه كوندكتيفيتي؟ لو تفتكري قبل كده احنا خدنا لما اتعلمنا السوليوشن وقلنا من الطرق اللي ممكن افرق بيها السوليوشن ان انا اشوف مين بيوصل ومين ما بيوصلش. فالراجل ده اعتمد على الفكره البسيطه دي، ان هو قال انا هجيب السوليوشن واشوف مين فيهم بيوصل ومين ما بيوصلش. فلما عمل التجارب بتاعته دي لقى ان الاسيد والبيزس بتوصل، كوندكت الكتريستي. فقال بس انا عارف من الكيمستري ان اللي بيكوندكت الكتريستي اكيد عنده ايون. فهو طلع بنتيجه مهمه جدا جدا، بتقول ان الاسيد والبيزس عندها ايونز. الاسيد والبيزس عندها ايه؟ ايونز. ايونز. يبقى لما سالوه بقى يا ارهينيوس هو يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز، قال لهم اصبروا بس عليا انا وصلت للموضوع. انا وصلت ان الاسيد والبيزس عندها ايونز، يعني لما بتايونايز في الووتر بتديني ايونز. قالوا له طب اسمها ايه بقى الايونز اللي انت بتقول عليها دي؟ قال لهم الاسيد هي السبستانس that dissolve في الووتر and gives hydrogen ion. ودي كانت نتيجه مهمه جدا جدا. طب ادينا اكزامبل كده ارهينيوس. قال لهم بصوا الاتش سي ال لما يحصل له ايونيزيشن، واحد كده ما بيذاكرش قال له يعني ايه ايونيزيشن؟ قال له يعني ديسوسيشن، يعني تفكك. ال HCl لما بيحصل له ايونيزيشن او بيتفكك بتحول لهيدروجين ايون وكلورايد ايون. ايه اللي يهمني؟ ان الاسيد بيطلع هيدروجين ايون. يبقى اي اسيد هي substance that dissolve in water and produce hydrogen ion. قالوا له طب والهيدروكسيد او البيزك؟ قال لهم هي substance and when dissolve في الووتر produce hydroxide ion. يبقى تاني ارهينيوس طلع بنتيجه مهمه جدا، بتقول ايه؟ بتقول ان الاسيد هي ماده عندها ايون، اسمه ايه الايون ده؟ هيدروجين ايون. والبيزك هي ماده برضو عندها ايون، اسمه ايه الايون ده؟ هيدروكسيد ايون. وده كان اول ديفينيشن في التاريخ تقريبا بيحاول يقول يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز. فاحنا لو قلنا يعني ايه ارهينيوس اسيد هنقول هي substance that dissolve in water and ionize or dissociate giving hydrogen ion. تاني يا روان، يعني ايه ارهينيوس اسيد؟ هي substance that dissolve في الووتر and ionized or dissociate giving hydrogen ion. ده انا اللي الديفينيشن يهمني بتاعها صح؟ ده definition، مش مطلوب منك تحفظيه قد ما مطلوب منك تفهمي طب معناه ايه. افهم. تمام. افهمي ارهينيوس اسيد معناها substance اللي بتدوب في الميه او dissolve في الووتر ionized or dissociate giving hydrogen ion. طب البيزك بقى نفس الكلام بس هتدينا في الاخر ايه؟ هيدروكسيد ايون. يبقى هنقول هي substance that dissolve في الووتر we ionize giving one or more hydroxide ion. يبقى اللي بيدي هيدروجين ايون من الاخر كده يبقى اسيد، الاسيد. اللي بيدي البيز. هيدروكسيد ايون يبقى البيزك. البيز. سالوا ارهينيوس بقى، قالوا له يا ارهينيوس هو الاسيد بيعمل ايه في السوليوشن؟ قال لهم ما انا قلت لكم بيدي هيدروجين ايون. طب والبيزك بتدي هيدروكسيد ايون، معنى كده ان الاسيد بيحول السوليوشن لسوليوشن فيه هيدروجين ايون كتير. يبقى انا لما اضيف اسيد لاي ماده، الاسيد ده بيعمل ايه في الماده دي؟ بيضيف لها هيدروجين ايون. طب لما اضيف بيزك لاي ماده او اي سولفنت هيعمل فيه ايه؟ بيديها هيدروكسيد ايون. هيدروكسيد ايون. يبقى الاسيد بيدي هيدروجين ايون والبيز بتدي هيدروكسيد ايون. خلاص؟ طيب
فعليا الهيدروجين ايون بتاع الاسيد ده ساعات بيتفاعل مع الميه، يعني خلينا نقولها برضو، بيتفاعل مع الميه H2O وبيدينا ايون جديد اسمه هيدرونيوم ايون H3O. لسه اتلخبطت، هو هيدروجين ايون ولا هيدرونيوم ايون؟ ده صح وده صح. يعني احنا تمام. ممكن بدل ما نقول ان الاسيد بيدي هيدروجين ايون نقول ان الاسيد بيدي هيدرونيوم ايون، يا ده يا ده. ليه؟ لان الهيدروجين ايون اللي بيطلع من الاسيد بيتفاعل مع الميه او بينجذب للموليكولز اوف ووتر giving هيدرونيوم ايون. خلاص؟ طيب الاسئله حتى الان بتكون بسيطه وسهله. انا اقول لك الماده دي اسيدك ولا بيزك، فانت تشوفي الاسيد هو الماده اللي عندها هيدروجين HNO3، اكيد ده اسيد. ليه؟ لما بيتقايم في الميه بيديني H بوزيتيف و NO3 نيجاتيف، فاكيد ده ارهينيوس اسيد. طب والبيزك هي الماده اللي فيها OH، يبقى اكيد لما بتعمل ايونيزيشن بتدي OH. يبقى احنا كده خلصنا كلام ارهينيوس الجميل اللي بيقول ان الاسيد هي الماده اللي بتدي هيدروجين ايون والبيزك هي الماده اللي بتدي هيدروكسيد ايون. طيب قالوا الارهينيوس، طب يا ارهينيوس هو ليه لما الاسيد بيعمل كيميكال رياكشن مع البيزك بيحصل حاجه اسمها نيوتراليزيشن؟ ايه السبب بقى؟ قال لهم هو انا هقعد اقول كل شويه؟ ما انا قلت لكم الاسيد عنده هيدروجين ايون والبيزك عندها هيدروكسيد ايون. فمن الاخر الاسيد لما بيعمل نيوتراليزيشن مع البيزك السبب في كده ان هو بيدي هيدروجين ايون والبيزك بتدي ايه؟ هيدروكسيد ايون. تمام. اسيد بيدي هيدروجين ايون والبيزك بيدي هيدروكسيد ايون، والاثنين لما بيعملوا كيميكال رياكشن مع بعض بيدوني ووتر، بس كده. تمام. جميل. وهو الراجل ده وهو شغال كده ظهر له كام عالم كده قالوا له خلي بالك انت كلامك مش مظبوط. قال لهم ليه؟ قالوا له احنا لقينا ماتيريال ما ينطبقش عليها اللي انت بتقوله. ثواني يعني نظريه ارهينيوس غلط؟ قالوا له والله احنا خدنا بكلامك وجينا نجربه على الماتيريال اللي موجوده في حياتنا لقيناها مش كلها بيمشي عليها اللي انت قلته ده. طب قال لهم طب قولوا كده زي ايه؟ الكربون دايوكسيد. قالوا له الكربون دايوكسيد يعتبر اسيدك، ماده اسيدك، يعني CO2 معروف ان هو ماده اسيدك، ومع ذلك ما فيهاش هيدروجين ايون اللي انت بتقول عليه ده. نفس الكلام الامونيا ال NH3، الامونيا جاز معروف ان هو بيزك وما فيهاش الهيدروكسيد ايون اللي انت بتقول عليه، فانت كلامك غلط. ها، فانت ايه رايك بقى يا روان؟ كلامه صح ولا غلط؟ كلامه غلط عشان في حاجات ظهرت وما نفعش معاها. آه، وجهه نظرك تقريبا دي وجهه نظر اي طالب في سنك ووجهه نظري برضو وانا قدك. انا كنت مقتنع برضو وانا قد كده ان اي نظريه فيها مشكله او اي حاجه بتعلموها لنا فيها مشكله حتى لو صغيره معنى كده ان الحاجه دي غلط 100%. والكلام ده فعليا مش صح. ليه بقى؟ لان انا قلت لك في الاول خالص نظريه معناها افتراض علمي قائم على تجارب بيفسر الواقع. فاحنا امتى نقبل او نرفض النظريه؟ طالما بتفسر الواقع هنقبلها، ما بتفسرش الواقع مش هنقبلها. طب يا مستر ماشي هي بتفسر الواقع بس في حاجات ما بتعرفش تفسرها، خلاص هنقول النظريه دي بتفسر بنسبه 90%، يبقى احنا هنقبلها بنسبه 90%. معنى كده ان كلام ارهينيوس صح؟ اه صح، بس في شويه كومباوند او في شويه ماتيريال ما بيمشيش معاهم. معنى كده ان احنا هنقبل نظريه ارهينيوس مع ان فيها شويه استثناءات او في شويه حاجات مش بتمشي معاها، زي ما منهجنا قال الكربون دايوكسيد والامونيا جاز. فهمتي قصدي؟ فهمت. جميل. طيب معنى كده ان احنا محتاجين نظريه ثانيه تكون اشمل شويه، تكون اعم شويه. مين ده؟ اتنين علماء، واحد دانش او من الدنمارك اسمه برونشتد والتاني بريتش اسمه لوري. دوري. تمام. اه، برونشتد لوري. الاثنين دول طلعوا زي ما قلت لك بنتائج بتحاول تفسر يعني ايه اسيد وبيز، والاثنين عملوا نظريه اسمها نفس برونشتد. النظرية. اه. طيب هل هيمشوا مع ارهينيوس؟ لا، كلام جديد بقى، نظريه جديده. طب بتقول ايه النظريه دي؟ بتقول ان الاسيد هي الماده اللي بتدي هيدروجين ايون. طب ما ده كلام قديم، صح ولا لا؟ صح. اه، مش ارهينيوس قال لهم خلي بالكم انا قلت الكلام ده قبلكم. صحيح، قالوا له بس اصبر بس شويه. البيز بقى احنا غيرنا الكلام، ان البرونشتد لوري بيز هي السبستانس ذات اكسبت الهيدروجين ايون. معنى كده ان البرونشتد لوري الناس دي افترضت ان مفيش حاجه اسمها هيدروكسيد ايون اصلا، مفيش حاجه اسمها كده.
فاهمه؟ هم قالوا ان الفكره كلها هيدروجين ايون، اللي بيدي هيدروجين ايون اسمه اسيد، واللي بياخد الهيدروجين ايون اسمه بيزك، وانتهت القصه على كده. يبقى برونشتد لوري قصتهم كلها كانت مع الهيدروجين ايون. طيب تعال ناخد اكزامبل على برونشتد لوري. الميه والامونيا، من شويه الراجل اللي اسمه ارهينيوس ده ما كانش عارف يتعامل مع الامونيا اصلا، مش عارف يفسرها هي اسيد ولا بيز. برونشتد لوري قالوا له احنا فسرناها، تعال بقى نقول لك. لما نجيب امونيا وندوبها في الميه، الميه بتدي للامونيا دي هيدروجين ايون. الميه بتدي هيدروجين ايون لان الميه عندها هيدروجين ايون. يبقى اللي بيدي هيدروجين ايون هنقول عليه ايه؟ اسيد ولا بيز بالنسبه لبرونشتد؟ اسيد. اسيد. واللي هيستقبل الهيدروجين ايون هنقول عليه ايه؟ بيز. بيزك. صح كده. يبقى برونشتد قالوا ان اللي بيدي هيدروجين ايون اسيد، واللي هياخد الهيدروجين ايون بيزك. معنى كده ان هم قدروا يفسروا الامونيا وقالوا بالمفهوم ده ان الامونيا ماده بيزك. صح كده. يبقى الميه اسيد والامونيا بيزك، لما بيتفاعلوا مع بعض الهيدروجين ايون ده بيجي مع الامونيا ويديني حاجه جديده اسمها كونجوجيت اسيد. طب واللي باقي لي من الاسيد بيتحول لكونجوجيت بيز. ده كلام جديد بقى شويه، ده كلام جديد شويه، اول مره نسمعه كونجوجيت اسيد وكونجوجيت بيز. ده يعني ايه؟ انا قلت لك ان الاسيد هيفقد الايون اللي اسمه هيدروجين. الاسيد هيفقد هيدروجين ايون، هيفقد هيدروجين ايون. وهيدي الامونيا. ويدي للامونيا بالظبط. يتبقى لي من الاسيد، الحته اللي تتبقى من الاسيد دي هنسميها ايه؟ كونجوجيت بيز. طب لما الامونيا تمسك في الهيدروجين ايون يعملوا لي ايه؟ كونجوجيت اسيد. معنى كده ان الميه اكت از ان اسيد. ليه؟ لان هي دونيت البروتون. طب والامونيا اكت ان بيز لان هي اكسبت البروتون. صح كده؟ بدأت اتلخبط. لا ما فيهاش لخبطه ولا حاجه. احنا قلنا اللي بيدي الهيدروجين ايون سميناه اسيد، اللي بياخد الهيدروجين ايون بيزك. هل ده فيه لخبطه؟ لا. طيب انا عارف اللخبطه بتبدا من ايه. بتبدا من اول كلمه كونجوجيت. صح؟ صح. ببساطه اسالي نفسك فين الاسيد؟ الميه. الميه لما فقدت الهيدروجين ايون اتحولت لايه؟ لبيز. ل OH. لا سيبك من بيز دلوقتي، اتحولت لايه؟ الميه لما لو. فقدت ل OH، او بلاش اللي اتبقى لي من الاسيد. الاسيد لما فقد الهيدروجين ايون اللي اتبقى لي منه OH. صح؟ تمام. اللي اتبقى لي من الاسيد ده هنسميه كونجوجيت بيس، يعني العكس، اللي يتبقى من الاسيد هنسميه كونجوجيت بيس. يبقى الكونجوجيت بيس هو ايه؟ هي السبستانس which formed when acid lose proton. يبقى اللي تمام. بيتبقى من الاسيد هنسميه كونجوجيت بيس. طيب لما الايون اللي جاي من الاسيد ده يتفاعل مع البيزك هيدونا ايه؟ هيدونا كونجوجيت اسيد. يبقى تمام. when the substance which is formed من البيز لما تعمل accepting للبروتون هنسمي الكلام ده كونجوجيت اسيد. يبقى تاني انا عندي اسيد وكونجوجيت اسيد، وعندي بيز وكونجوجيت بيز. لو سمحتي ما تلخبطيش ما بينهم. الاسيد في الاساس هو اللي بيدي هيدروجين ايون او بروتون، والبيز هي اللي بتستقبل البروتون. طب الكونجوجيت بيز هي الجزء اللي اتبقى من الاسيد لما فقد البروتون. طب الكونجوجيت اسيد هو اللي الناتج من استقبل تفاعل. الاتش. صح كده، جميل. صح كده. دي نظريه برونشتد لوري. طب تعالى ناخد عليها اكزامبل تاني. HCl لما دوبه في الميه، مين اللي هيدي هيدروجين ايون في المثال ده؟ ال HCl طبعا. يبقى ال HCl يتفاعل او يشتغل كايه؟ هيتفاعل او هيتفاعل كبيز كونجكت بيز. لا لا لا، في الاول اللي بيدي هيدروجين ايون يتفاعل كايه؟ تاني. اللي بيدي اللي بيدي هيدروجين ايون يا روان بيتفاعل كايه؟ اللي بيدي هيدروجين ايون. يس. اسيد. مش احنا اسيد. قلنا كده البروتون دونر سميناه اسيد، والبروتون تمام. اكسبتور سميناه بيزك. يبقى ال HCl از اسيدك وال H2O بيزك. بيز. ليه؟ تمام. لان ال HCl هو البروتون دونر، لكن ال H2O هو البروتون اكسبتور. خلاص؟ طيب لما ال HCl يلوز ال H بوزيتيف هيتبقى لي منه ايه؟ سي الCl. ال. يبقى Cl هنسميه ايه؟ كونجوجيت بيز. تمام فهمت. جميل.
طب والاتش بوزيتيف لما يتفاعل مع ميه يديني هيدرونيوم ايون او H3O، وده هنسميه كونجوجيت اسيد. كونجوجيت اسيد. فاهمه؟ فهمت. ماشي. يبقى ببساطه حتى الان عرفنا من النظريه الجميله بتاعت برونشتد لوري دي ان الاسيد هو اللي بيدي هيدروجين ايون والبيز هي اللي بتستقبل هيدروجين ايون. طيب هل كل المواد كده؟ يعني كل المواد يا اما يدي هيدروجين ايون يا اما يدي او ياخد الهيدروجين ايون؟ بيقول لا، مش كله كده. في مواد بنقول عليها امفوتيريك. كلمه امفوتيريك ده يعني متردد مش مركز. نقول له انت اسيد يا ابني يقول لي اه. طب انت بيزك يقول لي اه. فانت اسيد ولا بيز يقول لي انا كده وكده. اكت ان اسيد واكت از ا بيز. يعني احيانا بيشتغل كده واحيانا بيشتغل كده. بنسمي النوع ده من الماتيريال امفوتيريك. يبقى الامفوتيريك ماتيريال هي الماتيريال that act as an acid and basic. بيس. اوكي. تمام. طيب ده برضو اكزامبل اللي فات. اكزامبل اللي فات احنا قلنا اللي هيلوز هيدروجين ايون هنقول عليه ايه؟ اللي هيلوز هنسميه كونجكت بيز. لا لا لا، ما اللي في تستعجليش. اسمه ايه في الاول؟ هو اسمه اسيد. في الاول اللي في الاول اللي سميناه بروتون دونر هنقول عليه اسيد. البروتون. البروتون دونر اسيد والبروتون اكسبتور بيزك. بالتالي تمام. في الاكزامبل الاول ده مين الاسيد؟ ال H2O ده. اه. صح؟ ليه صح. بقى؟ لان لو تاخدي بالك ده اللي اتحول ل OH نيجاتيف، معنى كده ان ده فقد ال لوس H. منه هيدروجين. صح كده. طب مين البيزك؟ البيزك ال اللي هو HSO. تزود له. اه، اللي هو تزود له هيدروجين. اللي تزود له هيدروجين. الله ينور عليك يا اروى، صح كده. نفس الكلام هنا في الاكزامبل الثاني ده. ال HSO4 في وجود الميه. الكلام اختلف. الكلام اختلف. ليه بقى؟ لان مش الميه هي اللي فقدت اتش بوزيتيف في المثال الثاني ده. ده ال HSO4 هو اللي فقد ال H بوزيتيف. يبقى في المثال الثاني مين الاسيد؟ الاسيد HSO4. جميل. ونطلع من الاكزامبل ده ان الميه تعتبر ايه؟ امفوتيريك، بدليل ان هي في الاكزامبل الاولاني ده اشتغلت كاسيد والاكزامبل الثاني ده اشتغلت كبيز. فانا لو قلت لك اديني اكزامبل على ماده امفوتيريك هتقولي لي ايه؟ ال الووتر. H2O ووتر. الووتر H2O يعتبر امفوتيريك سبستانس. طيب الثيوري الثالثه اللي بتحاول تفسر يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز اسمها لويس، على اسم واحد برضو عملها امريكي اسمه لويس. لويس ده قال ايه؟ قال يا جماعه احنا هنقعد نتخانق بقى في الهيدروجين ايون والهيدروكسيد ايون والقصه دي. لا لا، مش كل المواد عندها هيدروجين ايون ومش كل المواد عندها هيدروكسيد ايون. فانا هشتغل بفكره جديده خالص. ايه الفكره بتاعتك يا لويس؟ فكرته ببساطه بتعتمد على حاجه اسمها اللومبير. بتعتمد عليه يا روان؟ اللومبير. لومبير. النظريه بتاعته كلها معتمده على فكره اللومبير. النظريه بتاعته معتمده على فكره اللومبير. معنى كده ان هو هيفسر الاسيد والبيز according to حاجه اسمها اللومبير. طيب الاول يعني ايه لومبير اصلا؟ يعني لو انت كده فاكره من السنين اللي فاتت، لو مثلا كتبنا الهيدروجين، تعرفي الاتوميك نمبر بتاع الهيدروجين كام؟ 1. الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1. فانا لو قلت للهيدروجين ده تحب تفقد ال1 ده، يقول لي ممكن. ايه المشكله؟ الاتوم نمبر اه 1. اه. لو فقد ال1 الكترون اللي عنده، معنى كده ان الهيدروجين بقى عنده كام الكترون في الحاله دي؟ ما عندوش حاجه، صح؟ فاضي، صح. فيك. بقى عنده فيكنسي. عنده فراغ، فيكنسي. طيب تعالي نسال واحد تاني، واحد زي مثلا الاف. تعرف الاتوميك نمبر بتاع الفلورين كام؟ 9. عنده 9 الكترون. فال 9 الكترون ده لما نيجي نعمل لها الكترونيك كونفيجريشن بنقول 2. 2 كام؟ في الشل الاول 2، في الشل آه، الثاني 3. 2 كام؟ 2 7، صح؟ 2 2 3. 7. اه. لا 7. 2 ما 7. قلت لك عنده اصلا 9، يبقى 2 7. يبقى هحط حواليه في الاخر كده 7 الكترون. 7 الكترون. تمام. فانا لو انا قلت للفلورين ده تاخد لك الكترون، تاخد اكسبت كده 1 مور الكترون، يقول لي ماشي، ايه المشكله؟ يبقى الاف هيتحول لاف حواليه 2، وهنا 2،
وهنا 2 وهنا كمان 1 ونحط عليه تشارج بالنيجاتيف. طيب لو انا سالتك بقى النقط اللي انا حاططها دي او الدوتس اللي انا حاططها دي، كل اتنين مع بعض من دول بنقول عليهم لون بير، كل اتنين مع بعض كده بنقول عليه لون بير. فلو انا سالتك الفلورين ولا الهيدروجين ايون هو اللي عنده لون بير في الاكزامبل ده؟ الفلورين. بالظبط، الفلورين عنده في الاخر الكترونات عامله حاجه اسمها لون بير. وكلمه لون بير معناها بير نوت شيرنج في الرياكشن او في البوندنج. شيء بير ما بيشاركش، بير واقف كده فعليا مش بيعمل حاجه، لكن كمان شويه هنكتشف ان هو هيعمل بوند. ماشي طيب. تمام. فتعال نسال لويس بقى، قول لنا لويس انت بتقول يعني ايه اسيد؟ ها، قال ببساطه الاسيد هو الالكترون او اللون بير اكسبتور، يعني اللي بيستقبل اللون بير هنسميه اسيد، واللي بيدي لون بير او الالكترون لون بير دونر او سمي الدونر بيز. اوف ذا لون بير هنسميه بيزك. معنى كده ان البيزك عندها لون بير، والاسيد تمام. عنده فيكنسي، عنده فراغ. لو خدنا اكزامبل الكلام ده، اللي عنده فيكنسي وعنده لون بير، فاكره الهيدروجين من شويه؟ قلنا اه، الهيدروجين عنده الكترونات ولا ما عندوش؟ ما عندوش، بعد ما خدنا منه ما عندوش. صح. طب والفلورين ده عنده كتير اهو. اه، الفلورين هنا يشتغل او الفلورايد ايون هنا يشتغل كايه؟ بيز. لون بير ايه؟ دونر ولا اكسبتور؟ دونر. دونر، يبقى بيزك، يبقى ده بيزك. بيزك. طب والتاني ده اللي هياخد اللون بير هنسميه لون بير ايه؟ اكسبت. اكسبتور، بالظبط. يبقى بالتالي في الاكزامبل ده الهيدروجين ايون بيشتغل كاسيد لان هو اكسبت اللون بير، والفلورايد ايون هيشتغل كبيزك لان هو لون بير دونر. لون بير دونر. دونر. ودي تمام. ودي نظريه ارهينيوس ببساطه. خلاص. اكزامبل تاني على كلام ارهينيوس، اكزامبل تاني الامونيا والووتر. لو جينا نسال الامونيا والووتر مين اللي عنده لون بير، هنلاقي ان الامونيا معروف ان النيتروجين عنده لون بير، النيتروجين عنده في الاخر لون بير. طيب طالما النيتروجين في الامونيا عنده لون بير يبقى هو لو سبيس. طب والووتر ممكن يستقبل اللون بير ده في الهيدروجين بتاعه، يعني الهيدروجين بتاع الميه ناقص له الكترونات، عايز الكترونات، فممكن يحرك او اللون بير ده يتحرك يروح لمين؟ ممكن تاني اتلخبطت تاني. بصي ما فيهاش لخبطه يا رب، ما فيهاش لخبطه، هي القصه كلها اسالي نفسك مين اللي عنده لون بير ومين اللي ما عندوش. اللي عنده لون بير يبقى لويس بيس، اللي ما عندوش لون بير يبقى لويس اسيد، بس هي دي كل القصه. ففي حاله الامونيا مع الووتر، الامونيا عندها لا، لون انا بير. قصدي انا اعرف مين اللي هو عنده واعرف انه ما عندوش. بيعتمد على الاتوميك نمبر، بيعتمد على الاتوميك نمبر والالكترونيك كونفيجريشن. يعني كل اتوم كده معروف الاتوميك نمبر بتاعها والكونفيجريشن بتاعها يقول لك هل هي عندها في الاخر الكترونات ولا لا. يعني احنا في المثال البسيط اللي احنا بدأنا بيه ده قلنا الهيدروجين اصلا عنده في الاخر الكترون، فانا لما اقول لك هيدروجين ايون يبقى ما عندوش الكترونات. تمام. والفلورايد عنده في الاخر 7، وانا لما اقول له فلورايد ايون معنى كده ان هو بقى عنده في الاخر 8، يبقى عنده لون بيرز كتير. نفس الكلام هنا، انا بقول لك النيتروجين اصلا عنده لون بير في الاخر، والهيدروجين ايون في الميه ما ما عندهوش. عندوش. اه بالظبط، فاللي عنده لون بير يشتغل كبيزك، واللي ما عندوش لون بير يشتغل كاسيد. ففي المثال البسيط ده الامونيا لويس بيز والميه لويس اسيد. الميه لويس اسيد. اوكي. فايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان الامونيا تاخد الهيدروجين اللي في الميه ده وتديله اللون بير ويديني امونيوم ايون. طب ويتبقى لي ايه؟ يتبقى لي الهيدروكسيد ايون. يعني لما يتفاعلوا مع بعض كده ويعملوا كيميكال رياكشن يديني امونيوم ايون وهيدروكسيد ايون، بسبب ان الهيدروجين ده راح ياخد اللون بير فعمل امونيوم ايون جديد، ايون جديد نتيجه الاتراكشن اللي حصل ما. فاهمه كده؟ فهمت، هو برضه بياخد هيدروجين برضه. اه. او الهيدروجين بيروح ياخد الالكترونات، الهيدروجين بيروح ياخد الالكترونات. تمام.
خلاص. فبالتالي الامونيا هنعتبرها بيزك على حسب مفهوم لويس. ليه؟ لان هي لون بير دونر. لان هي ايه؟ تمام. لون بير لون دونر. بيض. جميل. يبقى احنا كده فعليا ملخص اللي فات ده كله 3 نظريات: ارهينيوس، برونشتد، لوري، لويس. كل واحد بيفسر الاسيد والبيز على اساس مفهوم معين. ارهينيوس ببساطه كان بيقول ان الاسيد عنده هيدروجين ايون والبيز عندها هيدروكسيد ايون. برونشتد لوري بيقول ان الاسيد بيدي هيدروجين ايون والبيز بتستقبل الهيدروجين ايون. لويس بيقول ان البيز عندها لون بير والاسيد بياخد اللون بير. 3 نظريات الى حد ما مختلفين عن بعض. طيب هنوقف كده وهنكمل ان شاء الله. اوكي، يعني هناخد فاصل تمام. كده نصلي وبعد كده نكمل يا اروى. خلاص. تمام سلام عليكم. ماشي.